ازيكم عاملين ايه؟ انا محمد علاء، فوتوغرافي انستراكتور. اوكي، وهكون معاكم النهارده في ايفنت الخميس. النهارده ايفنت الخميس هنتكلم عن اللو كي والهاي كي. اوكي، هما حاجتين سهلين بالنسبه لي، انا سهلين وان شاء الله تخلصوا النهارده يبقى بالنسبه لكم سهلين. وناس كتير قوي ما بتبقاش عارفه، بتبقى عارفه النتائج بتاعت الصور، عارفه شكل النتيجه، ودايما تلاقي الناس يقول لك ايه، انت تعرف تصور الصوره اللي هي نص وشي باين نص وشي مش باين. بحسها امل، يعني بحس ان ده يعني هو لو وصل للحاجه دي هو خلاص كده ساتسفايد ومش محتاج حاجه من الدنيا تاني. فدي عندنا في الفوتوغرافي اسمها اللو كي، هنتكلم عليها النهارده وهنشرحها. يعني يمكن في ناس كتير منكم كانت حضرت معايا كورسز قبل كده لللايتنج، كنا اتكلمنا عليها، ولكن النهارده هتكلم كأن لسه بسم الله الرحمن الرحيم الدنيا ابيض. فانا النهارده ناوي ان انا اعمل كذا حاجه، ان انا اشرح ايه الكونسبت نفسه بتاع الهاي كي واللو كي، ان انا اشرح ازاي تعمل هاي كي ولو كي. ثالث جزء من اليوم ان هو انا اصوركم بقى هاي كي ولو كي. كل حد هيتصور النهارده هيتصور على اللو كي على الباك جراوند سودا، وهيتصور هاي كي على الباك جراوند بيضاء. انا مجهز التو باك جراوندز النهارده، وكنت صراحه بدعي ان العدد ما يجيش كبير لان انا ما كنتش عارف نعمل حاجه، لان لو كنا مثلا 50 60 واحد كنا مش هنصور، كنت هلغي اخر حاجه دي. فانتوا يعني ايه، محظوظين ان احنا نعمل حاجه زي كده. خليني في الاول كده اتكلم على الكونسبت بتاع الهاي كي واللو كي. اوكي، ايه فكره الهاي كي واللو كي؟ احنا دايما عندنا في اللايتنج، يمكن انا بتكلم النهارده حاجه ادفانسد شويه، حاجه اسمها الكي لايت. الكي لايت ده، قبل ما نعرف الكي لايت احنا عندنا حاجه اول اسمها سيت اب. يعني ايه سيت اب؟ قبل ما نعرف حاجه اسمها سيت اب لازم نعرف حاجه اسمها سيتنج. اوكي، خلينا نبدا من الاول خالص. احنا عندنا الصوره سيتنج، ايزو شطر فتحه عدسه. فانت بتظبط الايزو شطر فتحه عدسه عشان تعمل ايه؟ عشان تكاتش لايت، عشان تمسك الاضاءه اللي موجوده، صح كده؟ حد عنده مشاكل في الكلام اللي انا قلته ده؟ طيب، في بقى مرحله بعد كده شويه، بعد مرحله السيتنج، هي مرحله السيت اب، ان انت عايز تبيلد لايت، عايز تبني اضاءه، يعني عايز انت اللي تحط الاضاءات وتقول والله دي تيجي من هنا ودي تيجي من هنا، فانت بتست لايت، صح؟ فبتعمل حاجه اسمها سيت اب. يبقى هنا دخل عامل جديد في الصوره، ما بقاش الايزو شوتر فتحه العدسه بس. ايه السيت اب ده؟ مستخدم كام وحده اضاءه، كل وحده اضاءه الباور بتاعها عامل ازاي، زاويتها عامله ازاي، يركب عليها ايه، وهكذا. ده اسمه سيت اب. حتى احنا بنسمي الانفورميشن بتاعت الصوره اس اس. ايه الاس اس دي؟ اللي هي السيت اب والسيتنج. فما ينفعش حضرتك تكون مصور بلايتنج وعامل لفشخانات في الصوره، في الاخر تيجي تقول لي والله فتحه العدسه 2 و8. يعني هي فتحه العدسه هي اللي عملت كل اللي في الصوره ده؟ لا، لازم تفهمني ايه السيتنج بتاعتك وتفهمني السيت اب بتاعك. طيب، اذا كنا هنسيت اب، يعني اذا كنا هنعمل سيت اب في الصوره، فاحنا لازم نبقى عارفين ان السيت اب ده قائم على كذا وحده اضاءه. اوكي، ممكن واحده فاكتر، تمام؟ كل وحده اضاءه احنا بنسميها حاجه، يعني كل مصدر ضوء في الصوره هو ليه وظيفه، احنا مش بنسميه، هو ليه وظيفه في الصوره. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون وحده الاضاءه دي هنا فهي وظيفتها انها بتقوم بكذا، ولو انا غيرت مكان وحده الاضاءه فهي دلوقتي بقت وظيفتها حاجه تانية. اوكي، اهم مصدر ضوء في الصوره هو حاجه اسمها الكي لايت. الكي لايت اللي هو مفتاح الصوره، بيسموه في بعض الاماكن التانية بيسموه المين لايت. المين لايت ده اللي هو المين لايت، الضوء الاساسي. يعني احنا لو مثلا بنست مشهد سينما، فالراجل قاعد كده اهو مثلا وفي الاضاءه جايه منوراه، فده المين لايت. وبعد كده بقى في اضاءه الشمس ورا، وفي اضاءه جانبيه، وفي اضاءه ايا كان الكلام ده كله. المين لايت عندي هو مصدر الاضاءه الاساسي اللي في الصوره، عشان كده بيطلق عليه الكي لايت. اوكي، الكي لايت مفتاح الصوره. ومن هنا جت فكره بقى الهاي كي واللو كي. يعني لا، الموضوع فيه مفاتيح. الناس بعتت لي قالت لي مفاتيح ايه؟ محدش خد باله من موضوع المفتاح؟ حد يفكر في الحاجات دي؟ محدش فكر، صح؟ يعني كناس ليها علاقه بالاضاءه، ناس قالت لي ايه المفتاح الابيض والمفتاح الاسود والعالي والمفتاح العالي والمفتاح الواطي ده؟ ما حدش فكر في الحاجه دي، ولا حد فكر بامانه كده؟ فكرتوا كده صح؟ المفتاح الابيض والمفتاح الاسود والمفتاح العالي والمفتاح الواطي. لا، هو فكره هاي كي او لو كي، فاحنا بنقول ان الكي لايت بتاع الصوره او المصدر الاضاءه الاساسي في الصوره هاي، اللي هو ايه؟ الابيض. احنا عندنا الاضاءه العاليه هي الايه؟ الابيض، والاضاءه القليله الاسود. فاحنا هناخد صوره الابيض هو السائد في الصوره دي، او هو صانع الصوره دي، هو الاساس في الصوره دي، وهناخد صوره عكسها تماما، وهو ان الاسود هو السائد في الصوره دي، او هو الاساس في الصوره دي. فعشان كده سموا النوع ده هاي كي او لو كي. ممكن يخش معانا كذا وحده اضاءه، بس في الاخر المعنى الاساسي للصوره ان هو الصوره دي لما اسمع كلمه هاي كي يبقى انا عارف ان الصوره اغلبيتها ابيض، ولما اسمع كلمه لو كي يبقى الصوره دي اغلبيتها اسود. كتير قوي على فكره بيصوروا صور
حتى تكون في البيت او بتصور قط مثلا، عندك قطه ولا حاجه بتصورها بالليل مثلا في مكان منور، ده لو كي، انت ما تعرفش ان الصوره دي اسمها لو كي. يعني ممكن تكون بتصور صور عاديه ولكن انت ما تعرفش ايه التصنيف بتاعها. فاحنا كلنا بنصور صور هاي كي وكلنا بنصور صور لو كي. انتوا لو صحيتوا الصبح بدري وصورتوا منظر طبيعي بلاك اند وايت مثلا من الشباك مثلا كده اهو، خليتوه بلاك اند وايت فخليتوا الدنيا كلها بيضه خالص ما عدا الزرع اللي تحت غامق، فدي هاي كي. فاهمين اللي انا بتكلم فيه؟ فالهاي كي واللو كي هو انواع اضاءه، ممكن نقول عليها انواع اضاءه او ممكن نقول عليها اشكال اضاءه في الصور. اوكي، عاده الهاي كي واللو كي بيتميزوا ان احنا بنخش شويه ناحيه البلاك اند وايت. يعني الصور الهاي كي واللو كي بتبقى داخله شويه في ناحيه البلاك اند وايت. ليه؟ عشان نبدا نظهر بقى اللي احنا بنتكلم عليه. مش شرط، لا 90% من الهاي كي واللو كي بلاك اند وايت لان هو المعنى الرئيسي بتاعها بلاك اند وايت. طب انا عايز ادخل لون في الموضوع، بتخش بقى عشان يظهر حاجه. يعني اوكي لو انا بعمل اعلان روج، اوكي هو فعليا انا مش عايز ابين اي داتا في الوش، مش عايز ابين اي داتا في الوش الا الروج، صح؟ فانا هنا هبدا اروح، ودي بقى احنا هنتكلم عليها كمان شويه. وانا ليه بروح للهاي كي واللو كي؟ بروح للهاي كي واللو كي عشان الغي حاجات كتير قوي وابدا اروح لحته معينه. اوكي، فبالتالي لو انا عندي بعمل اعلان للروج فانا عايز اعمل اعلان للون الاحمر اللي في الروج، بس هاي كي الصوره كلها، يعني اخلي الصوره كلها داخله على ابيض ما عدا الروج، فمش هعرف بلاك اند وايت. يعني في الحاله دي مش هعرف بلاك اند وايت. على فكره كان في بوستر لاليسا باين او اليسا الالبوم اللي قبل الاخير بتاعها كان هاي كي، كانت هي بيضه خالص ومش باين بس اللي عينيها ومناخيرها، كان هاي كي صوره كده كانت هاي كي تقريبا اليسا او هيفا. هو انا ليه بحتاج الهاي كي واللو كي؟ يعني ليه بحتاج ان انا اخلي الصوره بالشكل ده او اخلي الصوره بالشكل ده؟ على حسب المعنى. احنا دايما في 3 كلمات انا بصدع بيهم الناس. ايه هم؟ حد عارفهم؟ صح؟ هو الراجل لسه مصدع معايا. لا هم مش بيذاكروا، ما فيش غيرهم، ما عنديش غيرهم. هو الفكره والاضاءه والتكوين، هم دول اي صوره في الدنيا، ال3 حاجات دول. اوكي، فاذا كنا بنتكلم عن ليه بعمل الاضاءه دي فاكيد نابع من ايه؟ من الفكره. اوكي، اوقات كتير قوي الناس بتيجي تقول لي اعمل لي سيشن، ودي من اصعب الحاجات. يعني ايه اعمل لك سيشن؟ يعني هو عايز يتصور صور فهو عايز تعمله سيشن. طب هل انت عندك فكره معينه في دماغك؟ يعني هل انت مثلا بتلعب مثلا بوكسنج مثلا يعني نتوجه ناحيه البوكسنج؟ لا والله انا شخص عادي بس عايز اعمل سيشن. يعني ايه طب مميزاتك؟ يعني بتسوق كويس عربيه فنعمل لك مثلا سيشن لا ما بعرفش اسوق. فهنا بيبقى عندنا مشكله بيني وبينكم في فكره ان انا اعمل ايه. يعني الراجل ملوش ثيم، مفيش فكره عامه في هو عايز تعمله سيشن. فهنا بلجأ شويه، يعني دي الحاجه كده بس، يعني دي حاجه مش علميه. يعني بلجأ للهاي كي واللو كي، انها الناس بتنبهر جدا بفكره ان الصوره تبقى مظلمه شويه وباصص فوق ويعني فبنبدا نلعب بقى بالحاجات اللي تبهر الناس، ان هو يبقى واقف مثلا لا شايف الدنيا كلها ابيض في ابيض ومش عارف ايه ويعمل بلاك اند، نقعد نلعب في الحته دي. يعني ده بالنسبه لي انا كمحمد بلجأ للهاي كي واللو كي كده. بس هو فعليا وجود التو سيت ابس دول مش عشان اكيد نعمل سيشن لواحد ما عندوش حاجه في حياته بيعملها، يعني او ما عندوش ثيم في حياته. بنبدا نشوف الفكره ونبدا نقول هل احنا هنطبق عليها الهاي كي ولا اللو كي. عاده اللو كي بيبدا يخش في حته الدراما شويه، ان الدنيا دراماتيك شويه، الدنيا فيها عمق شويه، في غموض، في تكشير، في سجاره، في بيفكر، في يعني اللي هي الحاله السوداويه دي في الحياه، لان هو اصلا اسود وبعدين في بني ادم طالع في النص وكمان مش منور كله، ده هو منور مثلا ضحكته بس، عينيه بس هو قاعد عامل وهكذا. فعادة بيميل ناحية الحاجات اللي ليها علاقة بالسواد وناحية الشياكة، لو واحد شيك إليجنت كده وواحد واقف ببدلة وبتاع، بنقعد نشتغل ان هو يبقى لابس اسود على خلفية سودا بس الإضاءة بقى محددة عاملة له ريمنج كده، فانت في الشياكة برضو في السواد. خد اللون الاسود وحط جنبيه كل الافكار بتاعته هتلاقيها طالعة معاك في اللوكي. مثلا البورتريه اللي هو فيه معنى، يعني ايه؟ حد عينه بتتكلم، حد ضحكته حلوه جدا، يعني اللي انت عايز تشيل كل حاجه وتبدا تركز بس على الحاجه دي، على البورتريه بالشكل ده. احنا هنخلي الباك جراوند سودا وبنخلي في الاخر التركيز الضوء على الوش ونبدا نشتغل على حاجه زي كده. طيب ايه تاني بنحتاجه للوكي؟ ان انا احدد شيب، صح؟ صباح الخير يا جماعه، مبسوطين معانا في البين باجز مخلياكم مش معايا؟ طيب صح؟ مش حدش هيرد عليا؟ يعني ايه نحدد شيب؟ يعني مثلا اقول لكم على حاجه، انا لو هصور الكلب ده
لو اصور الكلب ده انا ممكن اصوره له كي ويطلع واو. ليه بقى؟ هخليه يخش يلعب مثلا في مكان وهضرب لايت سايد من الجنبين كده، سايد لايت من الجنبين، فبالتالي الشيب بتاع الكلب نفسه هيتحدد، صح؟ يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا خليته غامق وخليت الباك جراوند غامقه، والشيب بتاعه لو الشيب بتاعه مميز بيبدا ان احنا نحدده. طيب ايه تاني؟ يبقى احنا قلنا ممكن الدراما، ممكن الغموض، ممكن الحزن، ممكن الشياكه، ممكن الشيب، صح؟ ايه تاني ممكن نستخدم فيه الاسود اللي هي الصوره البلاك؟ دخان، صح؟ لو انا عندي لو عايز ادخل دخان في الصوره، الدخان ما بيبانش على الابيض. يعني لو بصور باك جراوند بيضه وفي دخان ما بيبانش. هو في الحقيقه احنا بندخل الدخان مع الاسود، مش بنجيب دخان وانت الموضوع كده هي لا بس هو فعلا الدخان بما انه الدخان ده حاجه بيضه وما بيخبط فيه لايت بيبقى ابيض، فما ينفعش تستخدمه على الابيض. هو بقى المعاني في غموض برضه، انت في الاول والاخر رحت لفكره الغموض. اوكي، ده اللوكي، ده اللوكي اللي هو سائد فيه اللون الاسود. طيب قبل ما انقل من اللوكي عايزين نقول طب هي الناس اللي بتصور لوكي تلبس ايه؟ او الناس اللي هي بنصور لها الحاجات دي ايه الافضل لبس انها تشتغل فيه؟ اذا كنا بنشتغل على اللوكي او الهاي كي فاحنا بنتكلم على البلاك اند وايت، لان او بنتكلم على حاجه فيها كونتراست. يعني ايه فيها كونتراست؟ يعني مش لازم يبقى لابس بلاك، بس ممكن يبقى لابس زي الراجل الطيب ده مثلا. ليه؟ لان انا لما هقلب الصوره بلاك اند وايت للراجل الطيب ده تبقى ايه؟ هيبقى يعني داخل على البلاك، صح؟ يعني في كونتراست ما بينه، ما بين وشه وما بين اللي هو لابسه، او ما بين الاضاءات، فرق في الاضاءات. فعاده لما بيجي نصور لوكي بنحب الناس تبقى لابسه اكتر اسود عشان يبدا التركيز اكتر على الوش. اوكي، ولو احنا بنصور هاي كي بنحتاج الناس اكتر تبقى لابسه ابيض عشان نبدا ان احنا نخلي الصوره كلها فاتحه، والكونتراست بس العينين، المناخير، البق، الشعر، هو ده اللي يبقى ايه؟ هو ده اللي يبقى ظاهر. فاهمين الكونسبت؟ ففي ناس مش هينفع تصور الصور دي. يعني احنا هنصوركم يعني ما تقلقوش، بس انا قصدي انت مثلا تخيل كده ده تبقى عامل ازاي في البلاك اند وايت؟ هتصور هيكي اقرب لان انت لابس الافتح اقرب، بس في اللوكي هتبقى الموضوع مش طالع بيرفكت زي ما احنا عايزين. عشان كده دايما بنقول للناس اللي بتيجي تصور على الباك جراوند سودا، تيجي تصور على الباك جراوند سودا، لو انت عايز تخلي هايكي او لوكي، لو انت عايز تشتغل سوري لوكي، فانت لازم تبقى لابس يا اما بلاك يا اما وايت عشان يقدر يديك الكونتراست ما بينه وما بين الخلفيه بشكل كويس. اوكي، يعني الكلب اللي بره ده لما اقلبه هفتح الجولدن بتاعه فخليه مايل للابيض. لو انا بصور كلب مثلا، في كلب اسمه بلاك شيبرد، صح كده؟ جيرمان شيبرد. في بلاك ماجيك، في دي كاميرا، صح؟ بلاك ايه؟ بلاك بوكس ده في الطيران. بلاك جاك، في بلاك حاجه، كلب اسمه بلاك جاك، صح؟ مثلا انا عارف طبعا البلاك جاك ده مثلا انا هصوره في اللوكي او في الهايكي هيطلع واو. تخيلوا كده صوره كلب مضروب عليه اضاءه من اليمين والشمال فهو اسود كله والاضاءه محدداه بالشكل ده، او لو انا خدته على باك جراوند بيضه فالصوره كلها بيضه هو بس الوحيد اللي واقف في النص اسود، هيبقى حلو جدا. اوكي، فعاده احنا بننصح الناس، انا بنصح الناس لو هي عايزه تعمل سيشن او عايزه تتصور صور زي كده ان هو ما يجيش باصفر باخضر ببرتقاني، الحاجات دي بتبوظ المعنى. اوكي، وعاده لما بنيجي نتكلم على فكره الالوان، انا قبل كده كنت بشرح في سيشن هو امتى بنقلب الصوره بلاك اند وايت، يعني او ليه بنقلب الصوره بلاك اند وايت، ليه الصوره مثلا يعني ليه تقرر انها تقلب بلاك اند وايت ما تبقاش الوان؟ عشان الفكره. ما هو بصوا، هو في الواقع يعني في حاجه كلام يعني علمي وفي بالحب. تحب تسمعوا ايه؟ اللي بالحب الناس بتقلب الصوره بلاك اند وايت لانها بتبقى اوت اوف فوكس. صح، ما انا بقفش بقى الناس دي يعني يعني كل حاجه بتبقى بايظه فهو بيستسهل جدا، بيبقى عايز يخلص الموضوع وعايز يدي عمق للصوره اللي هي اوت اوف فوكس ومهزوزه فيروح قلبها بلاك اند وايت. صح بتعملي كده؟ عمرك ما هي اللي بقى بلاك اند وايت وشاربني وعلي الكونتراست والله هتلاقي الدنيا كلها كويس. انت برنس انت في الحاجات دي. ايه؟ علميا لا، علميا مش كده طبعا. علميا انك لازم بصوا، احنا عندنا في الصوره في حاجه اسمها شكل الصوره وفي حاجه اسمها معنى الصوره. يعني ايه؟ يعني انت بتشوف الشكل فبيوصل لك في الاخر الايه؟ المعنى، صح كده؟ متفقين على الحته دي؟ طيب لو الشكل مش نافع مع المعنى، يعني لو الشكل مش ماشي مع المعنى، اوكي، او الشكل اقوى من المعنى، فانت معنى كده ان المعنى اللي هيجيلك في دماغك هيبقى ضعيف، صح؟ طب لو المعنى اقوى من الشكل
يبقى المعنى قوي بس انت ما استمتعتش بنظرك في الصوره. هديكوا اكزامبل عشان تبقوا فاهمين الحاجه دي. اوكي طيب انا عندي اظن شرحتها قبل كده في ايفنت او حد حضر منكم ايفنت قبل كده كنت بشرح حاجه زي كده. عندي مثلا بصور طفل، الطفل ده بيضحك من قلبه من قلبه، يعني ضحكه بصوا يعني ما شفتهاش قبل كده. بس ده لابس ايه؟ لابس تيشيرت اصفر وبنطلون احمر والباك جراوند زرقاء في اخضر في اورنج في برتقاني في اورنج برتقاني في اصفر، فاهم؟ في بقى زرعه خضراء نازله من هنا وعمود ده اسود في النص. ايه الحاجه اللي انتوا اتفرجتوا عليها دلوقتي؟ صح؟ الضحكه ايه كام في المية من الصوره؟ يعني معنى الصوره اللي هو الضحكه راح فين؟ تاه. صح؟ بقت انت ايه دي الصوره الكالرفul دي، صح؟ بس انا مش عايز اوريك انها كالرفul، يعني مش ده اللي انا عايز اوصله. الحل ان انا اقفل الالوان. هنا بقى لازم تخليها بلاك اند وايت لو انت عايزه توصلي الضحكه. اوكي؟ يعني لو انتوا عايزين توصلوا الضحكه دي اللي موجوده دي، فانت بتشيل شكل الصوره عشان يوصل المعنى. عشان كده كل الصور اللي بتقلب بلاك اند وايت لازم يبقى فيها فيلينج، لازم يبقى فيها حاجه. حتى على فكره لو صور انتيرير، يعني انا برضو كنت قاعد بتفرج في مره على حد بيصور انتيرير، بيصور كنب وكراسي وبتاع وفلل ومش عارف ايه. فهو مش صح ان انت تصور انتيرير بلاك اند وايت، يعني مش منطقي. عادي بتأثر عادي عشان ورشه الماكرو ان شاء الله قريب. اوكي؟ زي الصورة بلاك اند وايت. ده مين البرنس مصورها لك؟ محمد علي. حبيبي عارف. فهو مش المفروض ان الانتريور يتصور كده. انت الانتريور ده بتصور ايه؟ كنب وكراسي ومش عارف ايه وحاجات كده وديكوريشن والوانات واضاءات صح؟ فكره ان انت تقلب الكلام ده بلاك اند وايت دي فكره خطيره جدا لانها سلاح ذو حدين. انت شلت الشكل، فلو المعنى مش قوي، لو انت مش عايز تبين معنى قوي فانت الدنيا عندك بايظه. طب ايه المعنى اللي ممكن اوصله بحاجه زي كده؟ تفتكروا ايه المعنى اللي يخليني اصور انتيرير مكان كده كله زي ده مثلا بلاك اند وايت؟ ايه اللي يخلي حد يصور انتيرير بلاك اند وايت؟ عايز يبين انتيكه معينه. الانتيكه دي شكل على فكره، يعني لو بنتكلم على الانتيكه دي شكل. يبقى هو محطوط وسط حاجات كتير مش هو ده المقصود في التصوير. مثلا انتريهات جنب بعض وعايز انتريه واحد، او كراسي جنب بعض وعايز كرسي واحد. يا جماعه ده فرنتشر. اه خلاص عيد الحته اللي فاتت، ده فرنتشر. انتوا مش فاهميني صح؟ انتوا عارفين ايه الانتريور اللي بتكلم عليه؟ فيلا من جوه. ايه بقى ليه اصورها بلاك اند وايت؟ او ليه مهندس معماري مثلا بعد ما يخلص شغل او مهندس ديكور بعد ما يخلص يصور المكان بلاك اند وايت؟ لونها مش تمام، يعني هي دخلت بوظت لون الحاجه. بقول لك مهندس ديكور خلص الحته لونها مش تمام، ايه مدهنها تاني؟ بس هو حاسس ان لون الحيطه مش ماشي مع لون الحاجه دي اساسي. فروح مخليها بلاك اند وايت. ما دي نفس فكره الايزو عالي عندي فالنويز كتير او اوت اوف فوكس فقلبها بلاك اند. لا علميا، احنا بنتكلم علميا دلوقتي. علميا مش بتضيفوا ايوه مين؟ ايوه صح كده. يعني مثلا خلينا نقول معنى بيبان معنى. ما احنا قايل لكم السيكريت من شويه اهو ان هو معنى في الاخر. يعني مثلا انا واحد مهندس ديكور عامل سيمتريه عظيمه في الاوضه، او عامل الاوضه كلها لاينز عباره عن لاينز مع بعض، او عامل الحيطان بتكمل بعض في الهارمونيك بتاعها بتاع اللاينز اللي موجود فيها، او الاوضه مريحه، او الاوضه هاديه، او الاوضه بتستجم في ده معنى. انا عايز ابين حاجه زي كده. فانا لو عايز اقول ان الاوضه دي هاديه جدا بس فيها اصفر واحمر واخضر وازرق واخضر وبني واسود هل انت اصلا عينك هتتعب من الحاجات دي صح؟ مش عايز اطول عليكم في موضوع البلاك اند وايت، بس برضه عايز اقول لكم على حاجه. في الوان ادراك العين ليها بيبقى محتاج مجهود، وفي الوان العين ما بتتعبش انها تدركها. يعني ايه؟ هو اللي بيحصل ايه؟ احنا بنشوف اللون، فاللون ده بيروح للمخ يقول له صباح خير احنا عندنا المعلومات دي، ماشي؟ يقول له ماشي صح؟ لو المعلومات دي صعبه، يعني انت لو قعدت في اوضه مثلا لونها احمر توتالي ريد زي الراجل الطيب اللي قاعد ده مدهونه بكل حيطانها احمر لمده مثلا 4 ساعات، ممكن تتجنن. انت ليه هتتجنن؟ المعلومه صعبه جدا، لون كبير فيه عوامل كتير قوي عمال يخش للدماغ صح كده؟ يعني تخيل مثلا نفس المكان اللي انت بتروح تقضي فيه مثلا الويك اند مثلا رايح الساحل مثلا، فانت قاعد قدام بحر، تخيل البحر ده لونه احمر. والله بتكلم بجد، تخيل البحر اللي انت بتقعد كده وقدامك ازرق فازرق فاصفر.
ضغط بس انت هتتجنن، هتتروش. تخيل كل او السما لونها احمر مع البحر لونه احمر مع الرمله حمراء مع ناس هنود حمر قاعدين جنبيك، ما انت يعني فاهمين اللي هيحصل؟ الصوره مالها ايه اللي هيحصل؟ التكوين اللي حواليك متعب للعين. عشان كده في اساسا علم للالوان. يعني انا والدتي الله يمسيها بالخير كانت تدرس علم الالوان ده قبل ما تتوضى بشقتنا. يعني تخش عندنا تلاقي الحمام لبني، مع انه عند خالتي بنفسجي، بس انا ما بحبش اقعد عند خالتي كتير الصراحه. الموضوع بيبقى تبقى قاعد في حمام بنفسجي، الموضوع مش مريح يا جماعه، صح؟ عندنا حمام لبني خلاص، واوضه الاطفال بتبقى اصفر فاتح كناري كده. عارفين اللي هي فعلا ان انت لما تخش في مكان تبقى مرتاح. انا بحب الابيض الصراحه، الابيض ما فيهوش معلومات. يعني ابيض، انت حد تعب في تخيله؟ حد سالني هو ابيض؟ معلش انا اسف، بس الستات اوف وايت ولا لؤلؤي ولا ليلا ولا ابيض، ما فيهوش. لا لما عدالي طبعا هو ابيض. حد تعب في التخيل؟ حد لو قعد في مكان ابيض في ابيض يتعب ليه؟ عشان كده المستشفيات بيضه، حيطانها بيضه، عشان كده العيادات بيضه، عشان كده الاماكن كل ما كان المكان ابيض حيطانه بيضه كل ما كنت انت مرتاح نفسيا، صح؟ انا لما جيت اتجوزت عملت شقتي كلها ابيض في ابيض. النقاش كان فاكرها عياده، يعني قال لي طب خط احمر كده، اي حاجه احس اني تعبت ابيض. الابيض ده لون مش متعب في الرؤيه. انا عن نفسي برضه ما بحبش العك في الالوان. هو الالوان بدرجات، يعني في الوان بتقدر انت تستوعبها وتبقى مبسوط وانت بتستوعبها، وعلى فكره كل لون ليه حاجه فسيولوجيه بتاثر على العين. يعني الاخضر مريح، الازرق هدوء، وهكذا. يعني تخيل انت مثلا اشاره المرور هي معموله بالمعنى ده. يعني الاشاره بتاعت المرور اللي هي الاورنج والاحمر والاخضر، هو معموله الالوان دي لو اتبدلت انت عن نفسك هتستغرب، لان الاحمر هو لون الخطر، ستوب. ما ينفعش يلون لك الستوب بالاخضر، هتقعد فتره يبقى عندك مشكله ما بين الكلمه المكتوبه انها ستوب وانها خضراء، صح؟ فعشان كده كل الحاجات اللي فيها اتنشن لونها احمر، تنويه احمر. كان زمان بحث عن المفقودين، عربية البوليس احنا فازر اللونين مع بعض بيعملوا تلاطة فظيع فتتهرب. لا فاكر اعلان جنة. صح، انت فاكر اللاين. فوانيس العربيات لونها احمر، الاشارات اللي ورا لونها احمر. تخيل بقى لو اللي ورا دي لونها مثلا اخضر او ازرق. صح بيعملوها، بس انت في الاخر ما بتقفش دب. في الاول والاخر هو اللون بيأثر على الانسان بشكل كبير جدا. طب الاسود يا جماعه، لو انت قعدت في اوضه سودا في اسود في اسود، هو ممكن يجيب لك اكتئاب شويه بس مش هتتوتر، صح؟ الاسود ما فيهوش معلومات اصلا. يعني الاسود عادي، احنا بنقعد نبص للسماء وما عندناش مشاكل. لو انت رجعت للطبيعه هتلاقي ان الوان الطبيعه كلها هي مش بتسبب لحد مشاكل. يعني الانسان اللي وجد في هذه الطبيعه، ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا الطبيعه دي بحيث ان انت في الاول والاخر ما تبقاش مستفز من لون، ما تبقاش مستفز من شكل حاجه. حتى الورود، الورده نفسه مع الاخضر، وكمان الاخضر ده يديني كونتراست ما بين الاحمر والاخضر. ما تلاقيش ورده لونها احمر بقى، مفيش حاجه لونها احمر. حجم الاحمر ده طبيعه كتير. ففي الاخر خلينا نرجع بقى للهاي كي واللو كي. احنا معانا صور بيستخدم فيها الابيض والاسود اللي هم الصورتين اللي ما فيهمش اصلا تعب للمخ، فانت بالتالي بتخش على طول بالمعنى بتاعك. يعني ما عندكش فكره هو الراجل ده لابس ايه، ولا هل الالوان دي مظبوطه ولا لا، انت داخل بمعنى على طول. فالعب على الحته بتاعت المعنى عن طريق الاستوديو او عن طريق الشوتنج او عن طريق السيت اب اللي انت بتسيت اب. اوكي، هنبدا ان احنا نسيت اب الصوره واوريكم ازاي بنتج اللو كي، وبعد كده ناخد بريك، وبعد كده ازاي ننتج الهاي كي، لان الهاي كي اصعب شويه من اللو كي. اوكي جاهزين؟ طيب احنا عاملين ايه؟ بس كل اللي احنا عاملينه ده، احنا عاملين الاول حاجه اسمها التذرنج. ايه التذرنج ده؟ حد عارف ايه التذرنج؟ التذرنج ده ان هو لما انا اصور الصوره انتوا تشوفوها يعني بس احنا فاتحين على اللايت روم حاجه اسمها تذرنج عشان لما اصور الصوره تشوفوها على طول. طيب ده السوفت وير اللايت روم. احنا لما هنصور الصوره دلوقتي هتطلع هنا اهو على الكاميرا. احنا مستخدمين 5D Mark IV، مستخدمين عدسه 85 1.4 سيجما ارت. اوكي عشان نطلع لكم صور كويسه. بالمناسبه احنا النهارده المفروض انتوا كلكم ان شاء الله تصوروا صوره كده وصوره كده. انتوا كام؟ 4 5 وادي 5 ولا انتوا 4؟ ايه ده 4 2 4 6 8 10 12 14 16
21 يعني احنا عندنا 42 صوره، 21 منهم بلاك، 21 منهم ايه وايت. اوكي الصور هتنزل على الفيسبوك، بس لو انتوا عايزين على هاي ريزولوشن احنا عامل في ابلكيشن كده شباب من كايرو فوتوغرافي كلاب عاملينه، يعني شباب مش احنا يعني، بس حد مصورين عامل حاجه اسمها تولارويد. تولارويد ده انا كان اكلمكم عليه الايفنت اللي فات، لحد جه الايفنت اللي فات. ده ابلكيشن بيقدر لو انت عملت سكان للكيو ار كود ده تقدر ان انت تخش تاخد الصوره هاي ريزولوشن. اوكي فانتوا خشوا وسجلوا على الويب سايت ده اسمه تولارويد. اوكي اللينك موجود اهو عشان تقدروا تاخدوا الصوره بتاعتكم هاي ريزولوشن، يعني ما فيهاش اي كومبريشن. اوكي بياخد 30 ميجا بقى، 30 ميجا بكسل، يعني مش تبقى حاجه كده علاقه يعني. فهو لطيف جدا بالنسبه للمصورين. الابلكيشن ده وظيفته ان هو بيخلي المصور يبعت للناس الصور بتاعته هاي ريزولوشن من غير بقى الهيدك بتاع الميل والكلام ده كله. انت بتعمل البوم، لو انت يعني فوتوجرافر بتعمل البوم وتحط فيه الصور بتاعتك، والكلاينت بتديله الكيو ار كود يسكانه، واول لما الصور بتاعت الكلاينت تحط في الالبوم ويبعت له نوتيفيكيشن يقول له الصور بتاعتك جاهزه. يعني حاجه شياكه كده، بس هو محتاج يتظبط يعني. فانت تبقوا سكانوا الكيو ار كود ده اوكي، او خشوا على اللينك اللي موجود هنا. طيب هنبدا على البلاك. البلاك عاده بيتصور على باك جراوند سودا، او في تكنيكس بقى بعد كده في اللايتنج ادفانسد شويه ان احنا نقفل امبيانت ونشتغل على الاضاءه الفلاش بس. الكلام اللي انا هعمله النهارده ده ممكن ينفع مع فلاش وممكن ينفع مع لمبه موفره 15 واط عادي. يعني ايه، انا هوريك كل حاجه البروفيشنال، بس كل ما هو بنفس الفكره او نفس الشكل عادي. انا مصور صور لوكي من 8 سنين مثلا كده، مصورها على الاباجوره. عندي اباجوره في البيت كده، كنت بقى قاعد صاحبي تحتيها وخليه يبص فوق كده، عارفين الحاجات دي. فهو اللايت جاي من الاباجوره اصلا، نازل كده كون كده، فمنوره هو لوحده. كنت صور صور رائعه يعني. ما كناش بنعمل زوم عشان يعني على استحياء كده تبص على الصوره من بعيد، لكن تعمل زوم دي الكواليتي بتاعتها تبقى وحشه. لكن احنا هنا الكواليتي بتاعتنا ان شاء الله تبقى افضل بكتير. اوكي فاحنا هنستخدم الباك جراوند البلاك، عامل لكم هنا باك جراوند بلاك، وهنستخدم وحده اضاءه واحده بس. لو انا احتجت اكتر ممكن استخدم اكتر. مصدر الضوء ده ممكن يكون فلاش اللي هو السبيد لايت، او ممكن يكون ستروب، او ممكن يكون لمبه موفره، ممكن يكون ليد لايت، ممكن يكون نور الموبايل. يعني انا ما عنديش مشكله ان هو يبقى نور الموبايل. خليني اعمل لكم النهارده على كشاف الموبايل اوكي، عشان بس اوريكم ان الكونسبت، الفكره في الفكره، مش الفكره في مش الفكره في المعدات. فاهمين الفكره؟ خلينا نبدا بنور الموبايل. تحبوا نبدا بنور الموبايل عشان تنبسطوا؟ طيب عايزين مين يتصور؟ انا عايز حد معايا يساعدني شويه. خلاص خليك انت قاعد جوه اسهل لما تيجي. تعالى كده. ما انا هقول لك اهو تساعدني ازاي. اقف بالجنب، اعمل لي ده كده. تمام ماشي. ممكن تعمل ده معايا كمان بس الباور، بس خلي الاثنين دول فوق بعض كده. اوكي جاهزين؟ واثقين فيا ولا مش واثقين فيا؟ ربنا يستر. طبعا لو ما نفعش الشغل ده فهنتجه للاستروبات. ها طيب هنصور ايه؟ هنصور بايزو مثلا 200 ايه؟ ما انا لسه هصور ب 200 وفاتحه مثلا 2.8. خلينا نتست كده. بس طيب انا هقلب الكاميرا بلاك اند وايت عشان ابدا اشوف الايفكت بتاعي على طول على الصوره. بصوا الصوره وايت بلاك خالص. اوكي هقلبها مونوكروم. المونوكروم ده موجود عندنا في الكانون حاجه اسمها بيكتشر ستايل، وفي النيكون حاجه اسمها بيكتشر مود حاجه كده. نيكون فين؟ حدش لا اسمها مونوكروم، بس اسمها بيكتشر ستايل. مش عارف هي مش عارف. اوكي ارفع راسك فوق. بصوا ابتدت تندع. دي احسن صح؟ الابيض والازرق بتاع التيشيرت ده الصوره بلاك اند وايت اصلا. الابيض الازرق ايه يا راجل؟ الصوره دي رو. رو. ده احنا ممكن نلعب فيها جامد جدا. ممكن اجيبك اصلا منور اهو. او في واحد واقف ورا اهو. اوكي وممكن نلعب احنا بقى هنا، نعلي الكونتراست كده وندي الهايلايت سنه اهو. الموبايل ده ولا مش موبايل؟ متعلمين بتوع مدارس.
اوكي طيب بص انا عايزك تجيب كشاف من قدام وكشاف من وراه. يعني عايز وشه كله يبقى ظاهر. هتعمل ايه يا كده ماشي اعمل اللي انت عايزه. بص لي انا بقى. بص لي وادي ظهرك ليه ما تقلقش منه. لا بص لي عادي. ما هو انت خليهم قد بعض. انت كده تحضنه. لا خلي بالك. يعني خليهم نفس ال طلع اللي ورا ده. ايوه طلع كده طلع كده. احضنه اكتر. ما انت منور ايدك اللي ورا. بص تعالى حد يجي. ايوه احتضنه. انت حبيت الموضوع ولا ايه؟ لا انا ما حبيتش. طب انت اقف بقى هناك. ايوه بس كده تمام. لا ارجع ورا شويه. ارجع ورا انت كمان. ارجع ورا. انت خلاص انت تمام. ارجع انت ورا. نفس زاويته كده. قرب عليه شويه. مش لازم تظهر لي في الكادر. مين؟ مش انت. مش لازم تطلع في الكادر. اكيد مش انا. اثبت انت اثبت. اطلع بره يا مارك. سيب الموبايل لوحده هنا كده. بس كده. بس تمام. واثقين فيا؟ لا صح؟ كنت حاسس انه لا على فكره. تقريبا المشكله في البرايت. ليه يا عم حلوه ايه؟ انتوا عايزين ده اكتر؟ يلا معانا عايزه اهو. يلا يا جماعه يلا شباب زمان. خد يا عم. بص يا ابراهيم للاضاءه دي. ده. قول يا ابراهيم. قول لو احنا هنا جينا علينا الكونتراست شويه كده وادينا له شويه كلاريتي عشان يبقى الموضوع اصعب. وننزل بس بدي عشان الناس تشوف كويس. تقريبا كده. بص الصوره عامله ازاي؟ كشافات موبايل. لا سقف بقى سقف يا جماعه. كشاف الموبايل ده انا عايزه 1250 وفتحه 2.8 وواحد على 50. على فكره انا ممكن اصغره وعايزه اقل من كده. هو الفكره ان الكشاف قوي على فكره وقريب منك يعني. فاهمين الكونسيبت؟ خلاص وصلت الفكره ان احنا نقدر نعمل الكلام ده بكشاف الموبايل عشان بس لما نشغل تيت وبتاع الحاجات دي ما يبقاش عندنا مشاكل. اوكي؟ بص الصوره بقت اعلان. طبعا دي متصوره ب 12 وحده اضاءه ووحدات الاضاءه